صديقاتي واصدقائي، النهارده بقى هنتكلم على موضوع انا بعشقه شخصيا وافنيت فيه بعض الالوف من الجنيهات. بنتكلم على الساوند سيستمز او انظمه الصوت. لا اشتري ساوند سيستم ايه وبكام؟ السؤال ده انا سالته من منتصف التسعينات الى الان. اصحابي من كتر ما الفلوس خسرتها، اصحابي بقى بيعتبروني خبير في القصه ديت. الاول وانت بتشتري ساوند سيستم لازم تسال نفسك السؤال ده، مهم جدا. انا هستعمله في ايه؟ لان الساوند سيستمز اللي بتسمع بيها مزيكا غير الساوند سيستمز خالص اللي هتتفرج بيها على افلام، غير الساوند سيستمز خالص اللي هتلعب عليها جيم. يكاد في بيتي يكون الثلاثه ساوند سيستمز دول مختلفين عن بعض، وثلاثه سيستمز تقريبا منفصلين. الساوند سيستمز بتاعه المزيكا بتعتمد على سواء اذا كان كاسيت، اذا كان لسه فيه كاسيت، او سي دي بلاير لو لسه فيه سي ديز بلاير، او كمان اللي احنا بنسميهم ديجيتال ميوزك بلايرز، الدي ام بيز. الدي ام بيز دلوقتي بقى عباره عن جهاز صغير جدا اكبر من التليفون شويه، وبيبث الصوت بكذا نوع من النقاء. على مستوى الاجهزه دي والمعدات دي نفضل يبقى نقاء عالي جدا اللي احنا بسميه فلاك، مش MP3، وده نقاء الصوت فيه اعلى 10 اضعاف من المزيكا العاديه اللي انت بتسمعها على سماعه تليفونك او على سماعه بلوتوث. وفي نفس الوقت بتبقى محتاج تعمل زي دراسه للاوضه اللي هتسمع فيها مزيكا عشان تحدد شكل وحجم ونوعيه السماعات اللي هتستخدمها في القصه دي. عاده في الحاله دي بنستعمل وصلات معروفه بوصلات الEUX، وهي وصلات معمول بيها من زمان جدا وعندها كذا شكل، ابتداء من الشكل الاسهل اللي هو عباره عن كابل سماعه لكابل سماعه لكابل سماعه لمجموعه من الEUXات كتيره جدا جدا جدا، ويتراوح سعرها من جنيه لغايه 20,000 جنيه في كابلات. اي والله العظيم حاجه مؤسفه جدا. ده بالنسبه للEUX. عندك لو هتحتاج ساوند سيستم اللي احنا بنسميه هوم ثياتر او المسرح المنزلي. المسرح المنزلي هو عاده نظام مزيكا بتستعمله عشان تتفرج فيه على افلام ويبقى موصول بالشاشه، وفي الحاله دي بنستعمل وصله دايما موجوده عندنا في التلفزيون اللي هي ال HDMI، وعاده بتوصل الساوند سيستم بتاعك ده من التلفزيون ب HDMI او بتاخد من السورس للساوند وبعدين للتلفزيون ب HDMI، ودي موجوده وسهله ويعني ما فيهاش مشكله خالص. السيستمز دي ايه ميزتها؟ بتتكون من في بعض الحالات بيبقى اللي احنا بنسميه AV ريسيفر، اوديو فيديو ريسيفر، واصل على سماعات، دي طريقه. او عندك الطريقه الثانيه اللي احنا بنسميها ساوند بار او ساوند سيستم. الساوند بار او ساوند سيستمز دي بتبقى عباره عن سماعه سنتر، سب ووفر، واثنين 4 او 6 سماعات بحيث يديك الصوت المحيطي للفيلم، بحيث مثلا لو في مطارده ما بين عربيه وطياره والطياره قدام والعربيه ورا، انت هتسمع الصوت في السماعات اللي قدام بتاعه الطياره وهتلاقي صوت العربيه جاي من وراك او العكس بالعكس. على فكره تجربه الهوم ثياتر في سيستم مظبوط ولا احلى، بالذات ده في افلام زي ايه؟ توب جان، سواء القديم ولا الجديد يا ريس، بتحس ان الطيارات بتطير جوه فوق دماغك، اللي هو وطي، اللي هو وطي وانت قاعد. فده الهوم ثياتر. السيستم الثالث اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا بنسميه جيم ساوند سيستم، وده بيبقى ساوند سيستم مش كتير قوي ناس عندها، بس الفقير لله لانه مدمن العاب هو عنده الساوند سيستم ده، وده عباره عن ساوند سيستم معمول للالعاب بس. عيبه ايه وميزته ايه عن الاثنين اللي فاتوا؟ الساوند سيستم اللي معمول للالعاب بيبقى كل لعبه ليها ظبط على الساوند سيستم ده، بحيث مثلا في لعبه زي كول اوف ديوتي انت لو في حد جاي من وراك هتسمع الخطوات جايه من السماعات اللي وراك. عاده الوصلات ما بتبقاش كيبل لانه ما بيبقاش نقاء الصوت عالي جدا، بس بيبقى محتاج صوت، فبتبقى الوصلات وايرلس او بلوتوث، وبعد كده بيبتدي الصوت يتنقل معاك طول ما انت بتتحرك، لانه بيستعمل تقنيه اللي احنا بنسميها دولبي بوزيشننج او دولبي TTS، وده تقدر تعرف مكان الناس من الصوت. واحد هيسالني ويقول لي يا كابتن لطيف، اقصد يا كابتن ايمن، ايه الفرق ما بين الEUX والHDMI والاوبتيكال؟ اقول لك يا سيدي، التكنولوجيا الاقدم في القصه دي هي الEUX، ايام البلاجات. والله ايام البلاجات دي في الثمانينات كان عندنا كابلات سماعات بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مش الكابل يعني البين بتاع الكابل اللي بيخش في الجهاز
قد صباعك بالظبط، وده اللي احنا كنا بنسميه 3.5 بوصه. كمان لما الدنيا اتطورت شويه في الايديو فيجوال ابتدينا نخترع لنقل الداتا الاتش دي ام اي. الاتش دي ام اي نقل الداتا بتاعه معقول جدا، بس خلي بالك انه 3/4 كابل الاتش دي ام اي بينقل صوره لغايه 4K و8K في بعض الاحيان، والباقي بيبقى للصوت. فاتش دي ام اي هو كويس جدا للهوم ثياتر، بس لما تيجي تبقى سميع مزيكا او بتتكلم على صوت بنقاء عالي جدا وجوده عاليه جدا جدا، هنا يا صديقي العزيز ملهاش غير حل واحد وكلنا عارفين، الاوبتيكال كيبل. الاوبتيكال كيبل سرعه نقله عاليه جدا، جوده الصوت ممتازه جدا جدا، وفي نفس الوقت يقدر يطلع صوت قوي لامبليفاير زي ما انت عايز. فبالترتيب كده الاقل فالاعلى احنا بنتكلم على اي يو اكس، اتش دي ام اي، والاعلى اوبتيكال كونكتور. انا عارف ان موضوع الساوند سيستم ده معقد شويه وفيه كلام كتير، بس بكده احنا شرحنا لكم ايه الثلاث انواع اللي ممكن تشتريها في الساوند سيستمز، وكمان ايه الفرق ما بين سرعات النقل ما بين الاي يو اكس، اتش دي ام اي، والاوبتيكال. طبعا لو عندكم اسئله او عايزين تسالونا انهي ساوند سيستم اركبه مع ايه، اركب ساوند بار، لو عندي ساوند بار احط له اتش دي ام اي ولا اوبتيكال ولا اي يو اكس، ولا حتى اوصله بلوتوث، يا ريت تقولوا لنا الكلام ده في التعليقات تحت، واحنا يسعدنا تماما نرد عليكم ونساعدكم تسمعوا احسن صوت ممكن تسمعوه.